عسلامة، مرحبا بكم في لمسات ضحضوحة. نتقابلوا اليوم في دبارة جديدة كيما قاعدين نشوفوا باش نعملوا مع بعضنا مصلي علوش في القلة. أول حاجة نعملها ناخذ القلة متاعي قبل ما نستعملها أقل شي بساعتين، نعبيها بالماء كيما قاعدين تشوفوا، وباش تقعد لنا هكايا رطبة وما تترشقش بالسخانة، وعندها تقريبا عام نستعمل فيها وكيما تشوفوا لاباس عليها، والشق هذاك اللي فيها من نهار اللي خديتها فيها التكسيرة هذيك. أول حاجة ناخدو كيما قاعدين تشوفوا صحفة نحطو فيها زيت نباتي والا زيت زيتونة، انتي شنو تحب، انا حطيت زيت نباتي. نحضروا اللحم متاعنا وكيف كيف نقصوا الخضرة باش نستعملوا بطاطا، طماطم، فلفل، بصل قصيتو رونديلات وثوم. البصل راهو اختياري، تحب تحط تحب ما تحطش، والحق امي ما تحطش، اما انا جربته مرة جا بنين على الاخر، فمن وقتها وليت نستعمل البصل في المصلي. نحطو مقدار نص مغرفة كركم، ومغرفة ونص تابل وكروية، تابل هي ما فيهاش كروية، وشوية على لسان المغرفة قرفة مرحية. جربوها وشوفوا النكهة اللي تعطيها لك للحم العلوش. انا نستعمل القرفة كان وقت اللي نستعمل حم علوش. نخلطوا المكونات متاعنا بالباهي، كيما تشوفوا ما يستحقش برشا افاحات ويجي بنين وفاوح يهبل. اول حاجة نفوحوا اللحم، تصبوا الكلو، تفوحوا بالباهي، تخلطوا مليح هكاك باش ياخو من الفحات. تكون القلة متاعنا حاضرة فرغناها من الماء. اول حاجة نحطوا رونديلات البصل اللوطة بالكل باش يسيب نكهته على اللحم وعلى المكونات اللي عنا. من بعد البصل ديريكت نحطوا اللحم، الحاجات يعني اللي تستحق اكثر وقت للطيب تتحط هي الاولانية. هاكا نتبعوا اللحم بالطرف بالطرف ونحطوا في القلة متاعنا. ما تشوفوهاش الصغيرة راهو هكاكا، راهي ما شاء الله ترفع ما ترفع، كي تبدا تحطها كيفك التراكن متاعها منه. انا من الاول قلت والله لا باش ترفع لي يعني المكونات هذوما، خاصة انا وقت اللي شريتها تقريبا في العيد الكبير اللي فات، خلطت عليها هذيك اخر كعبة وفيها التكسيرة هذيك، وقبلت اني ناخوها ومش غالية ب8 آلاف. قلت مستحيل هذيك تهز لي يعني صغيرة، ما شاء الله تهز خيرة ربي. وديما تحطوها في الماء قبل ما تستعملوها تقعد لكم سنين ربي، والماكلة في الفخار بنتها وحدها بصراحة. لاني كملت طريفة اللحم فوحتهم وحطيتهم. من بعد اللحم ديريكت باش نحطوا البطاطا. انا كبت البطاطا قسمتها على 4 بالطريقة هذيك. انتي تنجم تقسمها كيما تحب، تقسمها دي رونديل والا على 2 اكاهو، والا بك القصاصة هذيك فيها مزيانة تعمل حروف هكا مزيانين. لهنا اللفاحات متاعي باش نزيدهم شوية ماء باش تكفيلي تفوح لي الخضرة اللي مازالت الكل. هاكا نحطو كعبات البطاطا نفس الطريقة اللي حطينا بها اللحم. ونكملوا بنفس الطريقة نفوحوا الفلفل والطماطم واللي قعدنا يعني من الخضرة اللي عنا، وما نحطش الماء. انا وقت اللي باش نطيب في القلة راني مستعملش الماء. المرة هذيا حطيت شوية كيما تشوفوا ربع كاس على خاطر لفاحات بداو يوفاو، لازم نحط شوية ماء باش نزيدو نحلو اللفاحات بتاعنا بالباهي. سينو اي حاجة باش تحطها في القلة راهي باش تسيب الماء متاعها وباش تلقى المرقة في القلة متاعك. هكا لهنا باش نكملو رونديلات الطماطم والفلفل نحطهم هما من فوق على خاطر ما ياخدوش برشا وقت في الطياب. دو بلوس حاجة كي من هذايا ما تشدلكش وقت، تحطها ترميها في الفور، تخليها في الفور تضرب اقل شي ساعتين، انتي تمشي فيك الساعتين هذوكم تقضي اي حاجة اخرى وبالك مرتاح، لا تو تلصق لا تو تشد، تعمر الوقت تاع الفور متاعك امورك واضحة. لهنا كملت حطيت الخضرة متاعي. بالنسبة لتكسير تسكير القلة فما شكون يسكر بالعجينة،
أنا منستعملش العجينة جملة، نسكر كيما قاعدين تشوفوا بالبابي كويسون بالمانيير هذايا، ومن بعديكا نحط الغطاء متاع القلة، ما يخرجش البخار وتسكر بالقدا ويجي كل شي طايب في حقه. واللي يحب يسكر بالعجينة يسكر بالعجينة، كل واحد كيفاش يحب، أنا نسكر بالطريقة هذي. باش نحطها في الفور على 220 درجة لمدة ساعتين. لهنا بعد ما تعداو الساعتين متاعنا، حضر المصلي بتاعنا. الريحة يا جماعة ما نحكي لكمش فيه حتهبل، ثوم على قرفة على بصل على اللحم، ريحة تهبل تهبل. وتو تشوفوا كمية المرقة مالغري راني ما حطيتش ماء، وجاي طايب يهبل هابط زبدة اللحم، خاصة العلوش قلتلك اللي ذبحناه نحنا علوش صغرون، ف ما ياخوش يعني برشا وقت في التاء. وبالنسبة للذبيحة راهو احنا ديما في رمضان هذيك عادة فينا، ديما ليلة رمضان نذبحوا علوش صغرون لرمضان. عادة من اللي انا صغيرة بابا يعمل هكاك، وربي لا يقطعنا عادة. وكما تشوفوا هذا المسلم تاعنا حضر، ساهل ما يشدش وقت. ان شاء الله تجربوه، ان شاء الله يعجبكم، ونتقابلوا بقدرة ربي في فيديوهات جديدة.